قوانين انتوا عمركم ما عملتوها. للاسف على مدار سنوات الواحد تحمل ما لا يتحمله بشر، حاجات ضد القانون كتير ويقول لك قيم ومبادئ. يعني ايه حسن حمدي يبقى رئيس وكاله بترعى انديه مصر وهو رئيس النادي الاهلي؟ يعني رئيس النادي الاهلي هو اللي بيدينا فلوس كلنا؟ حاجه ازاي انا اكون واخد 7 بطولات في موسم ونص واحسن نادي في العالم واخد ربع اللي بياخده النادي الاهلي عشان كابتن حسن حمدي رئيس وكاله الاهرام للاعلام؟ ليه يعني؟ ليه ان شاء الله؟ يقول لك ايه؟ كابتن حسن حمدي رئيس وكاله الاهرام للاعلان هيبعت جواب مزايده لكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي. يعني كابتن حسن حمدي رئيس وكاله الاهرام للاعلان هيبعت جواب مزايده عشان يخش مزايده، فكابتن حسن حمدي هيودي الجواب الساعه 3 والساعه 6 هيروح النادي الاهلي يستلم الجواب اللي هو بعته، فيفتح الجواب اللي هو مش عارف فيه ايه، تمام؟ ويدي ويرسي الموضوع للنادي الاهلي، واحتمال كابتن حسن حمدي ما يوافقش على اللي بعته الكابتن حسن حمدي، فيروح باعت جواب تاني للكابتن حسن حمدي يقول له يا كابتن حسن حمدي اللي انت بعته لي ده انا مش راضي بيه، فيرجع كابتن حسن حمدي وكابتن الاهرام للاعلان يستقبل الجواب اللي جاي له من كابتن حسن حمدي، فيتفاجئ بيه يقول له ازاي يا كابتن حسن؟ اقول له بقول لك ايه يا ابو علي ما ينفعش كده. هو ده اللي بيحصل في الكوره. الراحه كابتن بوندو اللي جالك بواسير. استاذ مصطفى مراد فهمي له كل التقدير والاحترام يقول لك ازاي المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي يبقى عضو مجلس اداره في نادي؟ يعني المدير التنفيذي لكل انديه افريقيا مسؤول على الرجاء وعلى الترجي وعلى الزمالك وعلى الاهلي وعلى مازيمبي وعلى غانا ونيجيريا والسنغال وكل الانديه وجنوب افريقيا وصن داونز. انا اسف ان بقول صن داونز، يعني صن داونز وكل الانديه دي، ويجي ايه يقول لك ايه؟ هو عضو مجلس اداره الاهلي. فيجي الزمالك واخد 9 بطولات يقول لك انا حطيت نقط ايه؟ النقط دي عشان تصنف الانديه للمشاركه في البطوله، ده يبقى على راس مجموعه، ده يبقى على راس مجموعه، ده يبقى في مجموعه ثانيه، لكن ما بتيجي تحدد مين البطل بتاع الحقبه بتاعت الزمن دي، فحضرتك ما مش بالنقط حضرتك، بالبطولات حضرتك. دلوقتي الاكثر تتويجا، ما حدش بيقول الاكثر نقط، يقول لك انا بنافس ريال مدريد. ليه يا عم؟ انا واخد بطولات في القاره اكتر، ما اعرفش ايه. طب انا كنت واخد بطولات في القاره اكتر. لا يا باشا دي بالنقط يا ابني، ما دي حاجه ودي حاجه، متخلف. مصطفى مراد فهمي انتوا عندكم نظريه المؤامره. ليه يا عم نظريه المؤامره؟ هو مش ده كان عضو مجلس اداره الاهلي؟ والله يرحمه ابنه كان مؤسس التراس اهلاوي. بس انتوا ايه نظريه المؤامره دي؟ اول ما عمرو الجنايني يمسك، يا نهار اسود عمرو الجنايني ده مشجع درجه ثالثه زملكاوي، يا نهار ابيض ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا اتجننتوا؟ ده عمرو الجنايني عمرو الجنايني خلانا ننسحب وعمل علينا عقوبات على شيكابالا وعلى امام عاشور 10 ماتشات، ورحنا لجنه التظلمات ما وقفتش استأنفنا، ما وقفتش العقوبه. عمرو الجنايني فيجي عدل القيعي يبقى في اتحاد الكوره، فيروح مطلع عقد اسلام الشاطر وهو مسؤول في اتحاد الكوره، ويخلي اسلام الشاطر ينتقل من الزمالك للاهلي بالعقد اللي عنده في اتحاد الكوره. يجي الاستاذ ممدوح عباس امين صندوق اتحاد الكوره يوافق على قرار بايقاف ابراهيم سعيد 6 شهور وعقده انتهى، زي عبد الله السعيد كده 6 شهور وعقده انتهى ومضى عقد جديد مع الزمالك. لا يقول له لا ما ينفعش، لازم ننتقم منه. طب احنا عندنا الدراعات بتاعتنا، الاذرع بتاعتنا نخلص عليه 6 شهور و1,600,000 جنيه غرامه ويفضل موقوف 6 شهور. احنا بنتكلم على ويتمد على رجليه في 12 ماتش وهيتخفض، وطبعا هيخليهم 6، ويعني فاهم الحاجات اللذيذه دي، تمام؟
اتكلم على واحد عقده انتهى، عملوا محكمه رياضيه حكمت لابراهيم سعيد واتلغت المحكمه الرياضيه في مصر. يا جماعه تعالوا نشوف اللائحه بتقول ايه. ده لوحوا يالا.